السلام عليكم على كل اللي بيشوفونا، واهلا وسهلا بيكم مع حورية. زي ما شفتوا من عنوان الفيديو هنعمل مع بعض صوابع الكنافة المقرمشة الجميلة اللي زي بتاعة المحلات، ويا رب تعجبكم وتنور رضاكم. معايا هنا مقادير الكنافة 1/4 كيلو، هنشوفها مع بعض دلوقتي. بس اهم حاجة الشربات، تعالوا نعمل الشربات بكل سهولة. زي ما انتوا شايفين انا كيلت السكر، هحط كوباية من السكر بالشكل ده، وكمان كوباية مية، وزي ما انتوا شايفين هنعصر نص ليمونة، وعلى النار هضيفها لحد ما تتقل القوام، اللي هو ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، عشان الشربات بتاعنا ما نخليهوش سايل يخلي الكنافة طرية، ولا نخليه ناشف قوي او تقيل قوي عشان ما ينشفلناش الاصابع الكنافة. انا بس ملهيه في البيت خايفه لحسن توقع حاجه على نفسها. طبعا انا ما اقدرش ان انا اخليهم بره لان المطبخ ملهوش باب، فهم بيخشوا في اي وقت. زي ما انتوا شايفين معايا طاسه هسيح فيها نص كوبايه سمنه بلدي بقى، روابي اللي تفضليه. انا دلوقتي بسيح السمنه او الزبده. انا جبت دلوقتي 1/4 كيلو كنافه ب3 جنيه، يعني هتعملي حاجة حلوة ب3 جنيه. السمنة متوفرة عندك في البيت، وكمان البوتاجاز طبعا اكيد، كل حاجة متوفرة عندك في البيت، فهتعملي صوابع الكنافة بكل سهولة. اي حاجة زي كده تفكيها، بتجيبيها طرح كده من عند المخبز او السوبر ماركت او السوق براحتك. فانا دلوقتي هاخد حتة حتة كده، يعني دي كده هعملها 3 صوابع. خلاص، فانا هركن دي كده على جنب اهو. انا هخلي الصباع بتاعي كده، يعني هتيجي معانا 3. طبعا منضفين الرخامة بتاعتنا ومظبطينها. معايا هنا شوية من السوداني، انا هحشيها سوداني زي بره، طبعا متنقي كده ونضيف. خلاص، فهبتدي دلوقتي اعمل معاكم الصوابع. لو في اي حاجة زي كده ياريت تفكيها عن بعضها كده. خلاص، وهبتدي اشيل الكمية بتاعتي كده. زي ما انتوا شايفين انا هخلي الصباع حلو، ما يبقاش كبير قوي. هحط كام سودانية، عايزة تحط زبيب براحتك. هلم كده وهبتدي ابرم، وانا وببرم بلم لو في اي حاجة ادخلها لجوه. خلاص اهو اهو زي ما انتوا شايفين، وياريت تفضلي تعملي كده. طبعا مع السمنة كل ده هيلم. فانا بقى هعمل معاكم الخطوة ديت اهو. هبتدي احط الصباع في قلب السمنة اهو اهو كده 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 كده. وياريت اول ما تطلعيها كده تفضلي تبرميها اهو، ايدينا نضيفها وغسلينها وكل حاجة اهو. شايفين الصباع اهو. هبتدي بقى اضيفه في الصينية بتاعتنا كده اهو زي ما انتوا شايفين، وهبتدي ازنق الصوابع بتاعتنا. نركن السمنة السوداني، مش عايزة الخم نفسي بس كده، فهبتدي اقطع الصباع اهو زي ما انتوا شايفين، وهحط حبة سوداني كده اهو، وهبتدي الف وابرم الف وابرم زي ما انتوا شايفين. وكل ده ابتدي المه كده لما الصباع بتاعي كده، واضيفه في السمنة، وافضل اقلب كده في السمنة، واشيل الصباع واقول بسم الله واعمله كده كده، وامسكه كده شوية عشان يفضل متماسك بالشكل بتاعه
زي ما انتوا شايفين اهو، اهو شايفين، واحطه جنبي اخوه زي ما انتوا شايفين. هكمل بقى الكمية وارجع معاكم تاني. هو ده الشكل يا جماعة بقى قبل ما يخش الفرن. فانا هدخله على الفرن نار عالية خلاص. واول ما تحمر هرجع معاكم تاني. زي ما انتوا شايفين انا حبيت ان انا ابرد الشربات، فحطيته في الكازرولة او يا ربي الطاسة عشان يبقى كده متهوي، عشان لما اضيفه على الكنافة. شايفين لون الكنافة؟ انا بحب اللون ده قوي. فهي دلوقتي سخنة والشربات او السيرب برد. اوكي، هنقول بسم الله. شايفين سمك الشربات؟ ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. عايزه اقول لكم احلى طبق حلو سريع وسهل، وهيعجبكم جدا جدا جدا. اهم حاجه لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في اللايك. بصوا هي سخنه، فانا طبعا ايه هحط دلوقتي معاكم. هشيل كده اقول بسم الله. وهبتدي اخد معاكم كده ايه كام صباع. زي ما انتوا شايفين تحفه بجد ومقرمش. شايفين الصباع؟ اختي كان هيقع اهو. يا ريت تصبروا عليه، بس انا عشان بقدمه معاكم. ايه رايكم؟ حابه تصغريه عن كده صغري، بس انا بحبه كده ايه هش كده ومقرمش وجميل جدا جدا. يا رب يعجبكم. شايفين اللون من تحت؟ تحفه ذهبي وجميل. وهي بقى ايه مقرمشه. اسمعوا الصوت بقى. اصفيه بس من الشربات. شايفين عامل ازاي؟ تحفه. بصوا بسم الله. تحفه 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 تحفه. شايفين من ربع كيلو عملنا الكميه دي. يا رب يعجبكم وينور رضاكم. كنت معاكم انا حقيقة شريت بس من ايه من الكنافة. شايفين؟ نمسح ايدينا بس كده في الفوطة اهو. ايه رأيكم؟ يستاهل منكم لايك ده ولا لا؟ كنافة حلوة رمضانية. غير رمضان تقدري تعملي حلو سهل وسريع. ويا رب يعجبكم وينور رضاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.